تخيل انك قاعد في فرح او وسط اصحابك او في عيلتك، كل الناس بتضحك وتتكلم وانت في نص الزحمه دي حاسس بوحده غريبه، كانك ورا ازاز بتتفرج عليهم. اللي بيحصل ده مش حاجه غريبه فيك، ده نوع معين من الوحده، والعلم بيقول حاجه صادمه عنه. انك تكون وسط ناس وان انت حاسس بوحده ممكن يكون اسوأ من انك تكون لوحدك فعلا. تعال نفهم ليه بيحصل ده وازاي تتعامل معاه. اول حاجه لازم نفهمها، الوحده مش نوع واحد، في فرق بين انك تكون لوحدك وانك تحس بالوحده، والاتنين مختلفين تماما. النوع الاول هو العزله الاجتماعيه، انك فعلا مفيش ناس حواليك. النوع التاني هو اللي بنتكلم عنه، اسمه الوحده العاطفيه، انك محاط بناس بس مفيش حد بيشوفك او بيفهمك على حقيقتك. العلماء بيعرفوا الوحده انها مش غياب ناس، الاحساس بانقطاع الصله، ان احتياجاتك للعلاقه الحقيقيه مش متلبي. عشان كده ممكن يبقى عندك 100 صاحب على السوشيال ميديا وتروح كل مناسبات وتفضل حاسس بوحده عميقه، لان العدد مش هو المقياس. المقياس ان في حد فعلا بيوصل لك ويفهمك، والفرق ده مش تفصيله. الابحاث لقت ان الوحده العاطفيه ليها ارتباط اقوى بمشاكل الصحه النفسيه من الوحده الاجتماعيه، لانها بتضرب في احساسك بالانتماء مباشره. وده بيوصلنا لحاجه اغرب، ليه الزحمه نفسها ممكن تزود الاحساس ده؟ دي النقطه اللي بتصدم الناس وعكس اللي بننصح بيه بعض عاده. احنا دايما بنقول للي حاسس بوحده اطلع قابل ناس، روح مكان فيه زحمه، بس في دراسه كبيره حللت بيانات الاف الاشخاص لقت العكس تماما. لما الانسان بيحس بالوحده، وجوده وسط الناس بيخلي احساسه بالالم اقوى مش اضعف. يعني في لحظه الوحده انك تكون مع ناس ممكن يخليك اسوأ، او زي ما انت بالظبط لو كنت لوحدك. ليه؟ تخيل انك جعان وقاعد والسفره مليانه اكل بس محدش بيديك تاكل. الجوع بيبقى اصعب وانت شايف الاكل قدامك. ده نفس الاحساس بالظبط، انك محاط بعلاقات سطحيه وانت محتاج علاقه حقيقيه، بيخلي الفجوه تبان اكتر. الزحمه بتفكرك بالحاجه اللي ناقصاك فتوجع اكتر. وفي عامل تاني في المناسبات والتجمعات، الكلام بيفضل سطحي ومقبول اجتماعيا، محدش بيتكلم بصراحه عن اللي جواه ومن غير ما حد يشارك مشاعره الحقيقيه. العلاقات بتفضل من غير العمق اللي بيخليك تحس انك متوصل، ان في فعلا علاقات. وفي حاجه بقت بتزود الطين بله في عصرنا، السوشيال ميديا. دلوقتي بقينا متوصلين اكتر من اي وقت في التاريخ، ومع ذلك مستويات الوحده بتزيد. ليه التناقض ده؟ في دراسه لقت ان اكتر الناس بتستخدم السوشيال ميديا بكثافه هم بالظبط اكتر ناس بتحس بالعزله الاجتماعيه. السبب ان التفاعل على الشاشه بيديك شبكه واسعه من المعارف بس بعمق ضحل، وده مش بيلبي احتياج نفسيتك للعلاقه الحقيقيه. تشبيه حلو بيوصف ده، انه زي انك تتعشى شيبسي وسناكس بدل وجبه حقيقيه، بيحسسك بالشبع في اللحظه دي بس مش بيغذيك. وفي جانب اخبث، انك تقعد تتفرج على اللقطات المنتقاه من حياه الناس، احلى لحظاتهم بس، فتبص لحياتك العاديه وتقارنها باللي بيحصل في حياه غيرك وتحس انك ناقص او مستبعد، والفجوه بينك وبينهم تكبر. فبدل ما تقربك بتبعدك. طب ايه الحل في كل ده؟ دلوقتي الجزء المهم، لان فهم المشكله من غير حل بيسيب الواحد متعلق. والحلول هنا مش معقده، بس عكس اللي بنعمله عاده. اول حاجه واهم حاجه، العمق مش العدد. الحل مش انك تقابل ناس اكتر، الحل انك تعمق علاقه واحده او اتنين موجودين بالفعل، بدل 10 محادثات سطحيه. محادثه واحده حقيقيه بتشارك فيها حاجه عن نفسك. الاحساس ان حد سمعك فعلا بيلبي الاحتياج الاساسي للتواصل. تاني حاجه، حول من انا لاحنا. الوحده بتحبسك جوه افكارك. اكسر الحلقه بانك تطلع بره نفسك، اشترك في نشاط او مجموعه ليها هدف او اهتمام مشترك، تطوع، اعمل حاجه مع حد. المهمه المشتركه بتقلل ضغط لازم اكون علاقه، وبتخلي التواصل يحصل طبيعي من غير افتعال. ثالث حاجه، قلل المقارنه. لو لاحظت ان السوشيال ميديا بتزود احساسك بالوحده، قلل وقت السكرولينج واستبدله بتفاعل وش لوش حتى لو بسيط. التفاعل الحقيقي بيغذي بطريقه الشاشه مش بتعرف تعملها. ورابع حاجه ومهمه، لو الاحساس ده مستمر وعميق ومأثر على حياتك ومزاجك، مفيش عيب انك تروح لمتخصص. الوحده المزمنه مرتبطه بصحتك النفسيه والجسديه، والتعامل معاها بجديه ذكاء مش ضعف. لو الكلام ده لمس حاجه جواك او فكرك بحد بتحبه ممكن يكون حاسس بكده، ابعتهوله. احيانا مجرد ان حد يقول لك انا فاهمك بيكسر نص الاحساس ده. ستي سيف.